خطواتي. كل خطوة جديدة في حياتنا هي مغامرة جديدة، مغامرة بنتعلم منها. حتى لو اتكعبلنا ووقعنا بنرجع نقف تاني على رجلينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. هنبتدي بقصة صغيرة. كنت مرة في إحدى مكاتب المحامين المشهورين، لفت انتباهي 2 بنات باين عليهم إن هم اخوات. البنت الكبيرة من البنات اللي هم بيلونوا شعرهم لبس منسق، حاجة كده زي بتوع السينما، وطول ما هي قاعدة تبص في المراية وتعدل كده في شعرها، واختها قاعدة جنبها. اختها واضح ان هي اصغر منها، اختها على النقيض، بنت من البنات اللي شعرها الملموم، لبس بسيط كده، تي شيرت، بنطلون، وقاعدة بهدوء غريب كده. انا نفسي استغربته. فالمهم دخل المحامي، البنت الصغيرة لقيتها قامت، قعدت تتكلم معاه. طريقتها في الكلام استفزتني الصراحة. شخصية مرتبة جدا في كلامها، عارفة هي بتقول ايه. اسئلتها عاملة زي المحامين اللي بيدوروا على الثغرات. عارف انت لما تلاقي محامي كده يجيب لك ايه، ثغرة محدش يلاحظها. البنت دي كانت بتسأل اسئلة ذكية جدا. انا قلت دي شارلوك هولمز العصر. لدرجة ان المحامي سألها: هو انت دارسة حقوق؟ قالت له: لا، بس انا بحب دايما اقرا في مجال الحقوق والقانون. على النقيض، الاخت الكبيره عملت موقف غريب قوي. لقيتها نطت كده في الكلام وقعدت تسال اسئله بره الموضوع. هما بيتكلموا في حاجه وانتي دخلتي في حاجه تانية خالص، وعايزه تثبت كلام، يعني عايزه تثبت نفسها وعايزه تثبت ان هي بتعرف تتكلم. بس للاسف الموقف اللي هي عملته قلل منها اكتر، لانها كانت بتتكلم عن قله معرفه. هي مش عارفه هي بتقول ايه ولا بتسال ايه. وكمان لاحظت وهي بتتكلم عمالة تبص في الإزاز كده، عمالة تبص على شكلها وتظبط شعرها. طيب انت عايزة ايه؟ عايزة تقولي ايه من القصة دي؟ يعني ايه اللي انت عايزة تقوليه؟ الفرق بين البنتين ان البنت الكبيرة اهتمت قوي بمظهرها الخارجي، شكل، لبس. لكن البنت التانية كانت مهتمية بعقلها، بمعرفتها. الكبيرة اهتمت بالخطوات المزيفة، اتكلمنا عليها في إحدى الحلقات. لكن الصغيرة عملت خطوات حقيقية. الخطوات دي واضحة قوي في شخصيتها وفي طريقة كلامها. عارف الصخر لما يتنحت عليه مهما حصل النحت ده ما بيتمحاش. البنت دي اهتمت بالخطوات دي. في ناس كتير بتحاول تجمل من حياتها الخارجية، سواء بلبس، عربية أحسن موديل، شقة كبيرة، أحسن مدارس لأولادها، و و و لكن هي حياتها فاضية، دماغها فاضية. لكن في ناس تانية شايفة ان الحياة وانا اهتم بالمعرفة، اهتم بطريقة تفكيري، اهتم ان انا احسن من نفسي، احسن من اخلاقي. ازاي اعرف اخد قرارات في حياتي تخليني اطلع لقدام. الثقة بالنفس هي المفتاح. هديكوا مثالين بنشوفهم كلنا. مارك، مؤسس الفيسبوك. مارك من بعيد لو شفت صورته هو شخص بسيط في لبسه وفي شكله، لكن تقعد تسمع وهو بيتكلم، لا، الدماغ متكلفة زي ما بيقول، عارف هو عايز ايه وعارف هو بيعمل ايه. ستيفن صاحب شركة ابل، نفس النظام، شخص بسيط في المظهر لكن دماغ رهيبة. كل ده نابع من ثقتهم في نفسهم. ثقتهم في نفسهم، هما شايفين ان اللي هينجحني ويخليني اخد خطوات لقدام هو الثقة في النفس. الشخص الواثق من نفسه دايما
بيكون مختلف، دايما مختلف عن القطيع، ماشي عكس اتجاه القطيع، دايما مميز عن اللي حواليه. تلاحظوا لو هو وسط ألف، تلاحظوا من طريقة تفكيره، من طريقة قعدته، من طريقة كلامه، من طريقة حتى تربيته لأولاده. يعني لو لما تخشوا في العائلات بالذات الأمهات، عشان أنا قاعدة وسطهم بقالي فترة، لا في أمهات فعلا باينة اختلافها وتميزها في عيالها. الأولاد طالعين واثقين من نفسهم لأهاليهم، فالثقة من نفس مش بتأثر عليك انت بس، دي بتأثر كمان على الأجيال اللي انت بتربيها، على عيالك، على مراتك، على صحابك. فالشخص الواثق دايما دايما هتلاقيه مختلف. ليه هو مختلف؟ أولا هو بياخد القرار في حياته، بيفكر 100 مرة قبل ما يعمله، بيدرسه، بيشوف ايه الريسك او ايه المخاطر لو اخدت القرار ده، وايه الحاجات اللي هوصل لها. هل القرار اللي هعمله ده يستاهل المخاطر؟ هل ممكن اوصل للي انا عايزه؟ هل هيطلعني قدام؟ انا مش بتكلم على القرارات الكبيره في حياتنا، ممكن تكون قرار بسيط. انا النهارده لو رحت قعدت وسط مجموعه من الناس، هتعمل ازاي؟ هقولك تعمل ايه. مثلا انا رايحه اعمل اقعد مع مجموعه من الناس، هسال نفسي ده قرار انا هعمله، دي خطوه هعملها على فكره، دي مش حاجه بسيطه. هل المجموعه دي او الناس اللي انا هقعد معاهم، هل الناس دول هبقى مبسوط وسطهم؟ هبقى قاعد معاهم وانا مرتاح نفسيا؟ هل هستفاد من قعدتي معاهم؟ يعني هيبسطوني وتبقى قعده لطيفه، ولا هبقى مضغوط وهبقى متكلف قوي في كلامي وهضطر اكذب في بعض المواقف وهيقعدوا بقى يقرروني؟ ده قرار او خطوه في حياتي محتاجه ان انا افكر فيها، محتاجه افكر فيها. حتى تلاقي الشخص الواثق من نفسه ده او اللي عنده ثقه في نفسه ما بيقعدش مع اي حد، مش معناه ان هو متكبر، لا، هو بينقي الحاجات اللي هتخليه احسن. في مثل بيقولك الصاحب ساحب، يعني اللي هقعد معاه هيسحبني لفين، هيخليني اطلع خطوه لقدام ولا هيرجعني 10 خطوات لورا. الشخص الواثق من نفسه هو شخص بيستشير، مش بيستشير بس إنسان ناضج أو إنسان ناجح في حياته، هو بيستشير الكتاب. في ناس من كتر ما هي بتقرأ بتبقى واخدة خبرات، لأن الكتب دي خبرات حياتية لناس تانية. بيستشير خبراته، بيشوف نفسه أنا لما عملت الموقف الفلاني أثر عليا إزاي. ده الواثق من نفسه، بيجذب الأنظار حتى لو وسط ألف، على عكس الشخص اللي بيقلد. الشخص اللي بيقلد ده ماشي ورا الناس، ماشي ورا القطيع، تلاقي قراراته يعني معظم قراراته مش صحيحة، بترجعه 10 خطوات لورا. تلاقيه دايما يقولك أنا عارف كل حاجة. أول ما تسمع واحد يقولك أنا عارف كل حاجة، اعرف إن هو مش عارف حاجة. لأن الشخص اللي الشخص بجد اللي عنده معرفة حقيقية دايما عارف إن بحر المعرفة ما بيخلص، أنا هفضل طول عمري عطشان للمعرفة. فالشخص اللي ما عندوش ثقة في نفسه هو شخص حاسس ان هو عارف بس هو مش عارف. الشخص اللي ما عندوش ثقة في نفسه هو دايما قراراته بترجعه ورا. يعني انا شفت ناس، المفروض انا مثلا حصل لي موقف في حياتي، عملت قرار ووقعت فيه، فالمفروض انا ما اكررش نفس يعني ما اكررش نفس الغلط ده تاني. لا، ده في ناس، وده يدل، انا مش عارفه ده يدل على ايه الصراحه، يعني بتكرر نفس الغلط بنفس التكنيك وبتجيب نفس النتيجه. طيب هو انت القرار اللي اخدته او الموقف اللي انت عملته وانت جربته قبل كده وغلطت ووقعت، بتكرره تاني وبيديك نفس النتائج، هو يعني ايه؟ طيب انت عايزه ايه؟ ازاي انا ابقى انسان اكون عندي ثقه في نفسي؟ انا هتكلم من واقع تجربه شخصيه عشتها. اولا انا لازم اتصالح مع نفسي، يعني احب نفسي بعبلها، اتصالح مع نفسي واحبها بحلوها ومرها.
اول ما احب نفسي، مش ابقى اناني، خلي بالك بس، عشان في فرق كبير بين ان انا احب نفسي وابقى اناني. احب نفسي يعني انا معترف ان انا عندي مشاكل وعندي عيوب، انا قابل نفسي بعيوبها. طيب عرفت ان انا عندي عيوب، يبقى لازم اعترف ان انا عندي مشكله. انا عندي مشكله صغر نفس، عندي مشكله عدم ثقه في نفسي. اعرف ازاي؟ هيبان من قراراتك في حياتك، طريقه تفكيرك وتصرفاتك هتعرف. طيب عرفت واعترفت، اعمل ايه؟ تبتدي تحط ايدك على نقط ضعفك. ايوه، ابتدي احط ايدي عليه، اشوف انا عندي 1 2 3. طيب انا عرفت نقاط ضعف يا ستي، وبعدين اعمل ايه بقى؟ احنا عندنا ميزة حلوة قوي، الانترنت فيه مصادر موثوقة تقدر تخليك تعالج نفسك. بمعنى شخص كثير الكلام طب انا اعالج نفسي ازاي؟ اكتب، ابتدي ابحث على الانترنت الشخص المشكله دي اللي هو كثير الكلام ازاي يحلها. هتلاقي مصادر موثوقه، هتلاقي في مكتبه اسكندريه فيها كتب حلوه ممكن تدور فيها. موقع المكتبه، الناس اللي بره اسكندريه، هتلاقي كتب موجوده عن علم النفس ودراسه علم النفس والشخصيات، هتساعدك جدا. مش عندكش ما عندكش الفرصة ان انت تقدر تدور على الانترنت، روح لدكتور نفساني، درب نفسك ازاي تتخلص من نقاط الضعف دي. بص، اللي عايز حاجة بيعملها. فانت لما تدور ازاي تعالج نقاط ضعفك، هنبتدي نخش الخطوة اللي بعدها، نقاط القوة. نقاط القوة، انا اعرف ايه نقاط القوة عندي، انا شاطر في ايه، حلو في ايه. مرة في واحد انا اعرفه، الناس دايما تقول له ده انت دماغك جميلة قوي، يقعد يقول لك بقول لك ايه يا عم، انتوا بتشتغلون على دماغي جميله، دي ناس ايه بتقلوظني، بتطبل لي، عارف انت الكلام ده. لا، هو فعلا دماغه حلوه بس هو ما عندوش ثقه في نفسه. فممكن تلاقي الناس، لو انت مش عارف فين نقاط ضعفك، هتلاقي الناس بتقولها لك في وسط الكلام، ما تفكر فيها، يمكن صح، يمكن انت دماغك حلوه وانت مش عارف. فلازم ابقى عارف كويس قوي نقاط القوه بتاعتي، ابتدي اعليها، اظهرها، اشتغل عليها. اقرا كتير، دايما خلي عندك معرفة. في مثل او هي مقولة صراحة مش مثل، المعرفة قوة. وفعلا ان انا واعرف في مجالات الحياة واقرا واشوف خبرات واتعلم، دي هتبنيك قوي، هتخليك تدور وتعزز نقاط القوة اللي عندك بجد. يعني انا في نقاط قوة لما بدأت اقرا كتير وادرس واخد كورسات في حاجات انا حبيتها، لا عززت عندي نقاط قوة. يعني احكي لك برضو موقف كده سريع. انا درست التسويق اللي هو الماركتينج، فانا ما اشتغلتش بيه للامانه، او ما اشتغلتش بيه قوي يعني. فالماركتينج بيعلمك تسوق منتج. انا استفدت بيه ازاي؟ استفدت بيه، آه، اتعاملت مع نفسي كمنتج. طبعا المنتج لازم اكون موجهه للاشخاص اللي محتاجين المنتج ده. بمعنى يعني انا رايح اقعد وسط مجموعه من الناس، الناس اللي انا رايح اقعد وسطهم، هم بيحبوا يسمعوا اكتر ولا يتكلموا اكتر؟ يحبوا يتكلموا عن ايه؟ انا رايح في الشغل، المدير ده عايز ايه مني؟ يبقى انا عشان اقدر اسوق نفسي واكون افضل، انا هنا مش بمثل، انا بشوف الناس اللي عايزيني او اللي انا هروح اقعد وسطهم هم محتاجين مني ايه. ما انت خلي بالك، مفيش حد هيقعد هيشتري منتج، بلاش هيقعد، مفيش حد هيشتري منتج هو مش عايزه. طب انا هسوق نفسي ازاي؟ هي دي النقطة. فدي كانت يعني حركة عجبتني، ان انا اتعامل مع نفسي كأن انا منتج. طبعا يعني فرق الكلمة، بس انا اعرف اللي قدامي محتاج ايه عشان اقدر اوصل له اللي انا عايزه اوصله. يعني انا واحد عايزه اخش في مجال شغل معين، ومجال الشغل ده محتاج ايه عشان اقدر اظبط حالي على الشغل ده. طيب حاجة تانية أخيرة، دايما حوط نفسك بناس مقدرة قيمتك، ناس تساعدك تكون أحسن. في مثل كانت جدتي بتقوله،
يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. يعني في ناس بتبكيك عشان عايزاك تبقى احسن، في ناس ممكن تعملك اللي هو ايه، اللي هنقعد بقى النهارده ايه اللي الضحك على مين النهارده، على فلان الفلاني، فتقعد تضحكك وتضحك الناس عليك. بس عايزه وانا الموضوع بكاني وبكى عليا، في ناس بتبكينا عشان تخلينا احسن. زي اهلنا مثلا، اهالينا دايما لما يجوا يربونا كانوا دايما لا انت اللي بتعمله ده غلط. اه ببقى غلط وهم مزعقين لي عشان انا ماشي غلط. في ناس بقى، ودي خلي بالك منها، بتبكيك عشان تقلل منك، بتقول لك انت ولا حاجه. خلي بالك، يعني في ناس بتبكيني عشان عايزاني احسن اطلع قدام، في ناس بتبكيني عشان تحسسني ان انت ايه، انت فاشل، ان انت ولا حاجه، ان انت مالكش لازمه. فلازم يبقى عندك مهاره التمييز ما بين اللي بيبكيك عشان عايزك افضل وعايزك تطلع خطوه لقدام، واللي بيبكيك علشان عايز يقدرك. في اخر الحلقه احب اقولك انت انسان مميز، ليك دور، ليك نقاط ضعف ونقاط قوة. حب نفسك زي ما انت، اشتغل على نفسك. انت مش شجرة، انت مش حاجة ثابتة، انت تقدر تتطور وتبقى احسن. ما تسمحش لحد يقلل منك ولا من قيمتك. دور، ابحث، اعرف ان انت تقدر تبقى احسن. مفيش حاجة اسمها الوقت ضاع او راح او خلاص مفيش في العمر بقية. انت لاخر لحظة في عمرك هتفضل تعرف وهتقدر تطور من نفسك. مع بودكاست خطواتي.